السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه. يا صباح النشاط كله، يا صباح الهوا الجميل والدنيا بصوا يعني والشمس الحلوة والدنيا الحلوة دي والجو الجميل ده. خلاص يعني احنا بدأنا نحس بالطراوة، بدأنا نحس ان يعني عارفين بقى خلاص شهر 8 خلاص هيخلص الحمد لله، وهندخل بقى في شهر 9. الجو يعني هيبقى حلو. بصوا بقى البلكونة دي عايزة اقول لكم فيها هوا. انا بحب الشغل فيها لما قرر ان انا انضفها، يعني بستمتع بشوية الهوا دول. فاتحة بحري كده والشجر والحاجات الحلوة اللي بتبص عليها دي بلكونة الولاد، دي اوضتهم ودي بلكونتهم. فالبلكونه دي حلوه قوي وطراوه وزي ما قلت لكم فاتحه بحري كده تحبي تقفي فيها. وعشان تحبي تقفي فيها يبقى لازم تنظفيها، يعني لازم تبقى نظيفه باستمرار. فالنهارده بقى قررت ان انا انضفها يعني تنظيفه كده بروقان. انتوا عارفين بقى لما ادخل مكان ما سيبوش غير بصوا يعني فله كده. جبت الخرطوم بقى، ولادي حدفولي الخرطوم من تحت كده. وقلت لهم ايه بس يعني اقفوا لي عند الحنفيه، البلكونه دي صغيره، اقفوا لي بس عند الحنفيه، مش يعني من 3 ل5 دقايق بس، عشان لما اقول لكم سكوا الميه تسكوا الميه، وعشان المتابعين الحلوين ما يقولوليش انتي فاتحه الميه ده كله. لا، انا بعمل بسرعه جدا جدا وبحافظ على نقطه الميه والله العظيم. يعني ببقى محافظه عليها جدا. وزي ما انتوا شايفين كده انا بعمل بسرعه، يعني بنزل التراب من على الحيطان، بنزلها من على البرانق، من على السور، من على الباب كده، وامشي بسرعه بسرعه جدا. يعلم ربنا ما فيش ولا نقطة مية بتتهدر الحمد لله. أنا يعني بحافظ على والله العظيم نقطة المية دي، أنا عارفة قيمتها وبحافظ عليها جدا. بس ما يمنعش إن احنا يعني برضو الوضع بيبقى محتاج أوقات إن احنا نستخدم شوية مية. يعني ما امسكش مثلا، ما ينفعش في الوضع اللي أنا فيه ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده أمسك الشرشوبة أو لا، ده عايزة مية، يعني عايزة مية زي ما قلت لكم. أنزل اللي على الشبابيك والجدران والحاجات دي. وانا بحب اعمل كده يعني، واغسل الجدران قبل الشتاء بقى، قبل الشتاء ما يجي علينا. وزي ما قلت لكم قبل بقى ما نبدأ في شهر 9 و10 اللي هم بيكونوا خلاص يعني الشمس اتكسرت كده ويبقى فيهم هوا. لا انا عايزة والشمس لسه موجودة عشان الشمس تنشف الجدران معايا. بصوا بقى النظافة والجمال. انا قلت لكم ان دي اوضة الولاد. انا بدأ الاول بالبلكونه وبعدين بقى ايه ندخل على الاوضه. عايزه اقول لكم الاوضه لا يعني فظيعه، عايزه نظافه، يعني عايزه نظافه كده من القلب، عايزه كل حاجه فيها تتنظف. بس بصوا بقى تعالوا شوفوا النظافه ما شاء الله. حتى البرانق البيضه دي طول ما ايدك فيها على طول، ما يعني ما تقوليش مثلا ده ابيض وفي الشارع وهيبقى متوسخ وهيبقى لونه متغير. لا، انتي طالما بتنضفيها وزي ما انا بعمل كده والله العظيم هتبقى نظيفة وزي الفل. تعالوا بقى ندخل الأوضة ونسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. الأول كده هشيل بقى كل كفر المراتب وكل غطيان المخدات وكل الحاجات دي هشيلها بقى واحط دور في الغسالة كده، وابدأ بقى واحدة واحدة. مش قلتلكم النهاردة يعني مش هنسيب اي حاجة في مكانها، احنا عايزين تنظيفة حلوة كده، يعني تنظيفة ما بتتعملش. يعني مثلا ممكن تدخلي الأوضة مثلا تغيري الفرش بتاع السراير تكنسيها كده. بس النهاردة بقى احنا هنغير كل حاجة، يعني هننظف كل حاجة وننفض كل حاجة بحيث ان الأوضة كده لا انا عايزاها أوضة مختلفة. هتشوفوا بعد ما تنظفت تحسوا لا اتغيرت. يعني بعد ما يعني ريحتها، وعايزه بقى اقول لكم ريحتها كده بعد ما حطيتي في ميه المسح شويه كلوركس الوان. وانتوا عارفين انا بعتمد الكلوركس الالوان ده، يعني ما بقدرش استغنى عنه، هو والكلور الابيض. بس الكلور الابيض مش في كل الاوقات. بصوا بقى انا كده هطلع بقى المخدات بتاعتهم دي في الشمس الحلوه دي لغايه ما اخلص تنظيف الاوضه، وبعدين ادخلها تبقى يعني تبقى المخدات ريحتها حلوه وتبقى نفشت كده في الشمس. ونفض السراير. بصوا تنفيض السراير ده يعني 3 مرات كده سنه، واحنا كلنا عارفين كده طبعا. وقبل ما تعملي حاجة كده أو تدخلي أوضة ولادك أو قولي بسم الله، يعني سمي الله على كل حاجة انتي بتعمليها. أول ما تبدأي شغلانة قولي بسم الله. تعالوا بقى هنا بقى ايه
عارفين مكان النوم، يعني ده حد حط ايده، ده حد اتقلب وهو نايم، ده كده. في الاماكن دي بقى اللي انا بحس ان هي مثلا عايزه تتنضف، اللون ما بقاش اللي هو الجدار متلحوس شويه، بجيب الجلانس بتاع الازاز ده وبخ بختين كده على الحيطه وامسح بفوطه تروح زي الفل. بمسح المكان بس اللي انا بحس ان هو يعني لازم يتمسح. تعالوا بقى للسرير التاني، الاوضه دي فيها سريرين. تعالوا بقى للسرير التاني برضو، ايه الحيطة اللي جنب السرير، على طول الحيطة اللي جنب السرير دي بيبقى ايه لازم تتنضف من وقت للتاني. بصوا هنا بقى بخيت زي ما قلت لكم شوية كده حلوين هنا عشان امسح الجدار ده كله كده، يعني من اول السرير لاخره. عايزه اقول لكم الجلانس ده في مسح الحيطان يعني خطير. انا ما بقدرش، يعني انا لما بدخل اوضه وخلاص قررت ان انا هنضفها، هو في ايدي على طول، يعني ما بسيبوش. هنا بقى بصوا دي الفرش بتاع السراير على الارض، هناخده بقى نشيله كده ونحطه في الغسالة ونمسح برضو المراية دي. المراية دي بتاعتهم، دي المراية اللي هي في اوضتهم، مفيش تسريحة في الاوضة دي، فانا قررت واحنا بنعمل الفرش طالما مفيش تسريحة، يعني هي الاوضة دي سريرين ومكتب، سريرين ومكتب، فانا لا عملت كومودينو ولا عملت تسريحة عشان ما تتزحمش مني اكتر من كده. عملت لهم هنا في الركن ده مراية كده طويلة في الحيطة عشان ما تاخدش مكان، وعملت لهم الارفف دي كمان يحط فيها كتبهم، ودي منظمه لي الاوضه والله العظيم، مخلياها يعني لما الكتب كلها. وهنا بقى بدأنا ايه الدروس اللي هم بدأوا فيها، بس ايه جبنا الكتب بتاعتها. وطبعا احنا داخلين عندنا بقى اولى ثانوي، والناس اللي واقفه بقى مش عارفه هي تشتري الكتب ازاي، مش عارفه المواد اللي اتغيرت واندمجت مع بعضها. انا بصراحه لسه ما اشتريتش، يعني ما اشتريتش بس غير كتب بسيطه اللي ما عليهاش الاختلاف. اما اللي عليه الاختلاف فانا مستنيه لحد بقى ايه لحد ما نشوف يعني هيقرروا يعملوا فينا ايه ونبدأ نشتري بقى. والكتب زي ما دمجوا مثلا الفيزياء والكيمياء والاحياء، فانا ما اعرفش هينزلوا لنا الكتاب عامل ازاي، فانا استنيت شويه كده على بال ما الامور تتضح وابقى اشتري لهم بقى اكمل لهم كل الكتب. هنا بقى برضو بالجلانس بصوا، يعني ما بسيبوش من ايدي زي ما قلت لكم، هو صديقي. هنا بقى برضو درت كده على الدولاب بتاعهم كده، مكان ما بيفتحوه بايديهم، عارفين الايدين مطبعه كده، راح ما شاء الله مرايه كده. وديت انا الضرفه اللي هناك دي، وديتها وجبت التانية. هو جرار كده، الجرار بصي الحاجه الجرار ما تاخدش معاكي مساحه، ولو عندك الاوض ضيقه لازم تعملي كده، يعني ما تزحميش كل الاوضه. يعني الاوضه مثلا ما تاخدش تسريحه، وما تاخدش كومودين، وما تاخدش مثلا مكتب. فحاولي يعني زي ما انا عملت كده، المكتب مهم ليهم خلاص هعمل المكتب، الكومودينو مش مهم قوي خلاص استغني عن الكومودينو، هو مش عدد ومش حشو وخلاص. يعني اعملي الحاجات اللي بس واحنا الزمن ده كده، يعني اعملي الحاجات اللي تستخدميها بس، ما تكتريش في الأوضة عشان ما تتزحمش منك. هنا بقى المكتب ده احنا مستغلينه في المدرسة يعني في الدراسة وفي الأجازة. في الدراسة طبعا للمذاكرة ويحطوا عليه كتب وكده، وهم مش بيحطوا الكتب كلها هنا لأن في الأرفف دي مش عاملة لي زحمة وشايلة كل الكتب. بس احنا في الدراسة ماشي نذاكر عليه، وفي غير الدراسة زي ما انتوا شايفين بقى التلفزيون عليه والبلاي ستيشن والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فبصراحة يعني فايدني احسن ما كنت زحمت الدنيا بكومودينو، زحمتها بتسريحة والأوضة هتبقى زحمة على الفاضي ومش واخدة معايا كل ده. ففكرت ان انا يعني اعمل المراية على الحيطة واعمل الرفوفة على الحيطة بتاعة الكتب. فبصراحة والله العظيم يعني اختاري الانسب ليكي، مش كل حاجة انا عايزة اعملها، مش كل حاجة يعني هتظبط معاكي وهتاخد وعندك مساحة ليها يعني نقي كده اللي يفيدك بس. هنا بقى بصوا يعني شديت السراير كده عشان اجيب اللي وراها،
وكمان بقى مسحت الازاز بتاع المكتب، ومسحت المكتب والتلفزيون والبلاي ستيشن، ونزلت كل حاجه. يعني انا كل ما ادخل الاوضه دي اقول لهم نظفوا المكتب اللي انتوا قاعدين عليه. هو يا ماما هو ما فيش في الاوضه غير المكتب، او انتي يعني مش واخده بالك خالص غير من المكتب؟ اقول لهم نظفوا المكتب طول الوقت، اقول لهم كده. فبيجيبوا اوقات يعني يجيبوا مثلا مناديل كده ويمسحوه. فهو طول الوقت ما شاء الله نظيف، يعني نظيف عشان مثلا لو حطوا عليه حاجة شربوها، لو حطوا عليه حاجة ياكلوها. تعالوا بقى نشيل كده هيلا بيلا ونودي على الغسالة. وبصوا بقى هنا كمان رشيت جلانس كده حوالين مفتاح الكهرباء. انا كل اوضه بدخلها بعمل فيها كده بصراحه، يعني معرفش اعمل نص ونص، يعني انا دخلت خلاص. هنا بقى كمان رشيت جلانس كده على الابواب. الجلانس بصوا ما تقوليش، ابواب ماشي، حيطان، زي ما قلت لكم طبعا ازاز، اي حاجه. بصوا ما شاء الله الباب راح بيلمع. تعالوا بقى كمان ايه، شفتوا الكتب اللي كانت على الارض دي احنا مش محتاجينها. يعني دي عارفين كراسات، كراسات ممكن استخدمها في ان انا احل انا وهم حاجات كده فيها. فاهمين الكراسات اللي بيبقى فيها شوية ورق دول؟ اهو دول بقى انا هجيب الشنطة دي احطها كده واخليهم مثلا في البلكونة، لما احتاج منهم كراسة مثلا نذاكر فيها او نحل فيها حاجات كده، يعني للتشخبيط والحاجات دي. فيبقوا موجودين في البلكونة كده اخد منهم. تعالوا بقى الاول نكنس الأوضة. احنا خلاص نفضنا ومسحنا وظبطنا الدنيا اخر حاجة، وغسلين الازاز وغسلين البلكونة. عارفة لما تبدأي من البلكونات لجوه هيبقى اسهل لك كتير جدا، لانك لو بدأتي الأوضة وبعدين طلعتي للبلكونة لا، الوضع هيبقى مش كويس. هتدخلي تجيبي مية وتطلعي تجيبي مية، والأوضة انتي خلاص عديتي على البلكونة فهتتوسخ منك. تعالوا بقى هنا نحط شوية كلوريكس ألوان في مية المسح دي ونمسح الأوضة. مش محتاجة نكب مية، الأوضة بس محتاجة شرشوبة كده وحاجة بسيطة تدينا ريحة حلوة كده. والكلوريكس الألوان بيدي ريحة حلوة. أو ممكن تستخدمي الديتول اللي هو بالمعطر ده برضو حلو قوي وهيديك ريحة جميلة. بس أنا خلاص اتعودت على الكلوريكس. الأوضة ما شاء الله الشمس داخلاها حلوة جدا. بس كده مسحنا الأرض والدنيا كلها نضفت ما شاء الله. تعالوا بقى نفرش السراير ونفرش الأرض. بس الأول بقى تعالوا اوريكم بعد كده ايه، بعد ما الأوضة نضفت. بصوا ما شاء الله. هسيب الأول المراتب دي من غير فرش تتهوى شوية والشمس تدخل عليها شوية، ما عادش ولا كركبة ولا أي حاجة، والدنيا ما شاء الله نظيفة وزي الفل. بعد ما سبت بقى المراتب تتهوى شوية كده هنفرش بقى زي ما قلتلكوا. بصوا بقى، بصوا الجمال. يلا اعملوا زي كده بقى وتنشطوا وخدوا مني طاقة ايجابية. ويلا بينا كده بقى ايه، ناخد من بعض طاقة ايجابية عشان نقوم